في نفس المكان اللي انا واقف فيه دوت كان واقف توفيق الدقن لما اتدلقت عليه الميه في فيلم ابن حميدو. صلاة النبي أحسن. احنا النهارده قدام بيت المساجين، اشهر واقدم بيوت السويس. البيت كمان اتصور فيه فيلم حكايات الغريب. طبعا احنا مش بنختزل البيت في الفيلم ده بالرغم ان الفيلم طبعا كان مشهور جدا وكان عظيم، لكن البيت ده طبعا بيرجع تاسيسه لاكتر من ربع الفيه، مش ربع قرن، لا ربع الفيه. البيت ده في البدايه كان مكان لارسال المراسلات ما بين الشركات العامله هنا في حفر قناه السويس، وبعد ما اشتغلت قناه السويس البيت ده كان بيستخدم في اداره القناه. تخيلوا قناه السويس اللي هي حاليا ليها مباني الارشاد وغيرها من المباني الخاصه باداره القناه كانت بتدار من البيت دوت. بيت المساجيلي طبعا مكون من